انه موالي ببيع موالح. قال لي ممكن اسالك سؤال؟ انت بدك الاسلاميين يحكمونا؟ قلت له ايه بدي الاسلاميين يحكمونا، ايه بدي اياهم يحكمونا. قلت له 7 سنين يجي يخدم بلده ويحمل حاله ويمشي. عم بتخوفوا العالم من الاسلاميين. شو انا يا ستي كنت بمعاقل الاسلاميين. انا انحكى عني بالجامع، انا 40,000 حموي، رجل حموي غنوا باسمي لانه وقفت قلت كلمه حق. 40,000 جابوا لي اياها على سي دي بساحات حماه. هي معقل الاخوان المسلمين على اساس معقل يعني اللي عم بيندكوا هلا. ايه بدي الاسلاميين يحكمونا، بدي اياهم يحكمونا، يجوا 7 سنين يحكمونا الاسلاميين، لانه هلا دورهم يحكمونا. هن اللي عم بيتقتلوا، هن اللي عم بيندكوا. حقهم هلا يحكموا 7 سنين ويحملوا حالهم، بعدين الله معهم يجي غيرهم يشتغل للبلد. مو لانه ابن مسؤول انا يصير عندي 15 سياره، مو لانه 10 سياره، مو لانه انا ابن مدري مين، ابن طلاس ولا ابن خدام يصير عندي معامل. بلد كانت محكومه صناعيا وزراعيا من ما بيطلعوا 50 واحد. الكمبيوترات الون، الاتصالات الون، السيرياتيل مدري مين، القطن لمدري مين، القمح لمدري مين، الآلات لمدري مين، لك البراغي لمدري مين. هيك مقسمة كانت. ما بفوت برغي على البلد إذا ما كان هذا اللي مدري مين شريك لمدري مين، هو اللي بيجيب صفقات البراغي. هيك سوريا كانت بالأسد. هي سوريا الأسد. كنا بخدام، صرنا بطلاس، هلا برامي مخلوف. بس شو الحل اذا الوضع شاليش لك شاليش عنده جبال، شاليش جبال سوريا إله بيطلع منها الرمل. بتصدقيني اللي تبع العماره. بس شو الحل اذا الوضع استمر بهاي خلص ما هو صارت خلص البلد راحت وراحت.